إذا الإخوان، مفاجأة كبيرة. المنتخب الوطني المغربي السابع عالميا بعد هزيمة المنتخب الهولندي من المنتخب الجزائري في المقابلة الودية 1-0. المنتخب الهولندي اللي كان هو السابع عالميا كيخلي المركز ديالو للمنتخب المغربي كأفضل إنجاز عربي وإفريقي في التاريخ. هذا الإنجاز اللي كان الفضل الكبير فيه السي وليد الركراكي. وليد الركراكي اللي قبل ما يجي المنتخب كان المنتخب الوطني المغربي في المركز 24 عالميا. وبعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر والوصول إلى المركز الرابع، وبعد التتويج بكأس إفريقيا اللي كانت في المغرب، بعد سلسلة الانتصارات المتتالية اللي كانت أطول سلسلة انتصارات في التاريخ. يعني السي وليد الركراكي كيوصل المنتخب الوطني المغربي للمركز الثامن، وفجأة كنلقاو المنتخب الوطني المغربي في المركز السابع بعد هزيمة هولندا ضد الجزائر. الحمد لله على هذا التصنيف الجديد، والحمد لله على هذا الإنجاز. وكنتمناو هاد الإنجازات تستمر وهاد التصنيف يزيد يطلع. وحتى السي وحتى السي محمد وهبي تا هو نتمناو ليه التوفيق في المسيرة ديالو، ونتمناو يحقق لنا إنجاز في كأس العالم بأمريكا. ونتمنى تعطيوني الرأي ديالكم في هاد التصنيف الجديد. شكرا للمتابعة والله يعاونكم.